يا شيخ اليوم سمعت مقطع في اليوتيوب أصابني شك عن الصحابي خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أنه قتل مالك ابن نويرة من أجل أن يتزوج بزوجته. أنا لا أنصح الشاب أن يرى مثل هذه الشبهات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أي مالك بن نويرة ولها النبي على صدقات بني يربوع من بني تميم، وكان مالك بن نويرة كان رجلا يعني مشهورا في قومه وصالحا، وإنما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أمسك صدقة قومه. خالد بن الوليد الصحابي الجليل قتل مالك بن نويرة وقطع راسه وحطها في قدر يعني حلة وغلاها وكلها هو والصحابة، ثم نزى أي زنى بامرأة هذا الرجل. وبعدين تقولوا التطرف والإرهاب جاي منين؟ فسيدنا خالد فخد الراس بتاع مالك بن نويرة وحطها، وحط جنب منها حجرين، ولع النار وجاب قدر وفيه لحم يستوي بقى على ايه؟ على النار دي. رزية الخميس وما رزية الخميس، اختلاف الصحابة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وده برضو كان كثير صلى الله عليه وسلم. مثلا عند موته قبل الموت قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ولو أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم لعشنا في رغد من العيش، لكنهم اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليه حدث هذا الاختلاف؟ أنا أقول لحضرتك سيدنا عمر ومن معه قالوا يعني يا رسول الله حسبنا كتاب الله، لكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى اختلفوا عند صلى الله عليه وسلم، فحتى أن سيدنا عمر قال إن الرسول يهجر، يعني خلاص غلبه الوجع وخلاص، يعني ده ما ينفعش يكتب ولا ينفع وكده، والصحابة كده. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف قال اخرجوا عني، يعني الله يفتح عليه، رفعوا أصوات أمام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب سمعت هل قتل معاوية حجر بن عدي لرفضه التبرؤ من علي؟ قتله لحجر بن عدي لتشيعه وحبه لعلي بن أبي طالب هذا ثابت فيما حصل لمعاوية رضي الله عنه، وهي أحد الأخطاء التي لا يمكن أن يعني نعتذر لها، فهي خطأ كالخطأ الذي وقع من معاوية أيضا في قتاله لعلي رضي الله عنه، كالخطأ الذي وقع في توليته ليزيد بن معاوية. فهي بعض الأخطاء التي نقر بها ونعترف بها ونرى أنها أخطاء ثابتة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. سمعت أحد الرافضة يقول أن في البخاري ورد حديث يقول فيه عبد الله بن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن، هل هذا صحيح؟ نعم، ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أنكر أن تكون المعوذتان من القرآن، ويرى أنهما تعويذة يعني رقية، مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. فهذا الصحابي ما دام رأى أن المعوذتين ليستا من القرآن، فهناك صحابة آخرون رأوا أن هذا من القرآن وحصل الإجماع على هذا، فصار قول ابن مسعود هنا شاذا لا يتابع عليه، ولكنه معذور لاجتهاده